السلام عليكم. يحصل مع المصلي أحيانا شك أثناء الصلاة بعدد الركعات، هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة مثلا؟ هل هذه الركعة الأولى أم الثانية؟ قال العلماء يبني على اليقين وهو الأقل، فمثلا أنا أشك هل هذه الثالثة أم الرابعة؟ أبني على الثالثة. هل هذه الأولى أم الثانية؟ أبني على الأولى. وبعد قبل أن أنتهي من الصلاة أسجد سجدتين للسهو كما سأبين الآن إن شاء الله. طبعا أستمر في صلاتي وأكملها، إلا أنه قبل أن أسلم أسجد سجدتين للسهو، طبعا بعد قراءة التحيات والصلوات الإبراهيمية أسجد سجدتين للسهو ثم أسلم مباشرة دون أن أقرأ التحيات، وهكذا تتم الصلاة.